إنها واحدة من ألذ الكعكات في العالم، ولا يمكن العثور عليها إلا في اليابان. صاحب المحل أصبح ثرياً بسرعة بفضل الوصفة الحصرية لهذه الكعكة التي جذبت الزبائن من كل مكان. كل صباح يبدأ الطاقم عمله بكسر 400 بيضة طازجة، ثم يفصلون الصفار عن البياض بدقة باستخدام أيديهم فقط. يخلط صفار البيض مع كمية متساوية من الحليب الطازج والزبدة المذابة، ثم يضاف إليه الدقيق بعد نخله للحصول على قوام ناعم. بعد ذلك يضاف مسحوق الماتشا الذي يمنح الكعكة لونها الأخضر المميز ونكهتها الفريدة. في نفس الوقت يخفق بياض البيض مع القليل من الملح والسكر حتى يتحول إلى رغوة كثيفة. يدمج الخليطان معا بلطف حتى تتجانس المكونات ويظهر لون رائع. تصب العجينة في قالب مستطيل وتخبز في الفرن لمدة 30 دقيقة على حرارة 160 درجة. وأخيراً تزال الكعكة برفق وتقطع بدقة إلى شرائح متساوية تبهج الحواس بلونها ونكهتها. فهل ترغب في تذوقها؟